قاعدة محتارة زي حالاتي، مش عارفة تعملي أكل إيه وإحنا آخر الشهر، ومش عارفين نعمل أكل إيه، وقاعدة كده عمّالة أفكّر أعمل أكل إيه، أعمل أكل إيه، هوبا جات لي الفكرة يالّا بينا نشوف هنعمل إيه غدا إيه النهارده. معانا هنا كده مكعب من الزبدة وعليهم كده معلقة والّا معلقتين من الزيت، هانزل عليهم كده بكوباية أو بنُص كوباية من الشعرية كده، وهابدأ بقى إيه أحمّر الشعرية بتاعتنا، تاخد معانا اللون الأصفر الدهبي الحلو ده. ايدِك في الشعرية بتاعتِك كده باستمرار، طبعًا كمية الشعرية دي بتاعتِك أنتِ، بعد ما تتحمّر معانا الشعرية تكوني أنتِ كده مجهّزة غاسلة كده كوباية كده أو نُص كوباية من العدس الأصفر، عليهم كمية الرز اللي أنتِ عايزة تعمليهم، تغسليهم كويس جدًا، جدًا، لحد ما العدس المَيّة بتاعته تبقى إيه لونها أبيض صافي كده. أيوه عرفت، صح، هاعمل كشري اسكندراني أو كشري بالعدس الأصفر، زي ما تسموه في بلدكم. هاشوّح بقى كده الرز والعدس كده مع الشعرية كويس جدًا، بعد ما شوّحت الرز والعدس كده والشعرية مع بعض، هانزل عليهم بالمَيّة، بانزل عليهم مَيّة عادية جدًا، مش بانزل عليهم بمَيّة سخنة ولا أي حاجة، وبيطلع معايا حلو جدًا ومفلفل ومضبوط، وهتشوفيه معايا دلوقتي. في ناس بيحطّوا له مَيّة سخنة بيقول لِك عشان يطلع معانا مضبوط ومفلفل، لأ أنا باحط له مَيّة عادي جدًا من الحنفية، ويطلع معايا جميل أوي. أحط المَيّة بتاعة الرز وأحط الملح وأحط رشة من الكمون وأسيبه بقى إيه يستوي مع نفسه كده. النار كانت عالية، وأول كده ما الرز يشرب المَيّة بتاعته، هاهدّي النار عليه بقى واسيبه يتلدّن كده مع نفسه لحد ما يستوي خالص. على ما الرز بتاعنا بقى يتلدّن، معانا هنا كام بطاطساية كده، البطاطس دي صغيّرة فأنا واخدة كده يعني واخدة كذا بقى بطاطساية كتير عشان اللي هي البطاطس دي صغيّرة، مقشّراها وهابدأ بقى أقطّعها صوابع كده، حابة تقطّعيها بقى صوابع على البلانشة قطّعيها أنا باحب أقطّعها على إيديّا كده باحس إن أنا بانجز الوقت يعني. هاخد بقى البطاطس أغسلها كويس بقى بعد ما أنا قطّعتها، غسلتها بقى واحطها في مَيّة بقى على ما إيه لحد ما إيه هاجي إيه أقليها. هاقدّم بقى جنب الرز الكشري والبطاطس مقلية، هاعمل طماطم مخلل، اللي أنا هاجيب الطماطم كده واشيل الحتة اللي هي بتاعتها اللي هي بتبقى فوق ديّة الخضرا، واقطعها كده واعمل فيها فتحات كده بس ما توصليش للآخر، واجيب كده هريسة الشطة أنا عاملاها معاكم، منزّله لكم طريقة عمل هريسة الشطة شوفيها الطريقة دي جميلة جدًا، هاخد منها كده معلقة واحاول كده أحشي إيه الطماطم بتاعتي، طبعًا بقى كمية الطماطم بتاعتي اعملي طماطميتين 3 دي الكمية بتاعتي. هاعمل جنبهم برضه طبق سلطة كده صغير كده متوسط، لإن أنا بصراحة مش باكل السلطة، أولادي وزوجي هُم اللي بياكلوهم، فأنا عملت طبق صغير كده على قدّهم. كانش عندي للسلطة غير طماطم وفلفل، وحطيت عليهم بصلاية كده صغيرة وكده، لو كان في خيار بقى كنت أنا ضِفت وكده حطيت خيار وشبت بقى والحاجات دي، ما كانش عندي بصراحة ده اللي كان اللي عندي، فأنا حطيته مش هتخسّر يعني، أهو قطّعت الطماطم والفلفل وأقطّع عليهم بصلاية، الفلفل الحراق ده أنا هاقليه مش هاقطّعه على السلطة عشان ما تبقاش حراقة عشان الأطفال وكده، فأنا هاقليهم، هاحط بقى على السلطة كده شوية من الخل كده وملح وفلفل أسمر وعصرة ليمونة كده بتدّي طعم حلو أوي للسلطة. أهو يوم وعدّى يعني حاجة حلوة هي بسيطة بس والله كانت حلوة وأكلة مشبعة جدًا، وهتاكلي لمّا تشبعي بصراحة، يعني أحسن أكتر من اللحوم والفراخ والحاجات دي. هاخد بقى الفلفل كده بقى عشان أقليه بقى مع البطاطس، هنا الرز بتاعنا كان أهو اتلدّن كده واستوى بقى هادّيه تقليبة كده، شايفين الرز معانا طالع حلو إزاي وجميل كده لا معجّن ولا أي حاجة، هنا بقى معانا الزيت بقى أول ما الزيت يسخن معانا هانزل عليه كده بالبطاطس على طول. أنا هنا مش هاحمّر كمية البطاطس كلّتها، أنا هاحمّر بس شوية لإن إحنا ما كناش كلّنا هناكل مع بعض في نفس الوقت، كنت أنا بس هأكّل أولادي وآكل أنا معاهم كده، فأنا عملت شوية على قدّنا والباقي كده هابقى أقليه بقى إيه ساعة إيه الغدا لمّا جوزي ييجي وكده أكمّل له بقية القلي، وبرضه منها أدّيكم الفكرة كاملة.
هنا اهوت انا بعد ما البطاطس طلعتها وحمرت الفلفل هحط عليه كده شويه من البهارات. البطاطس البهارات دي طعمها جميل قوي قوي قوي، بتدي طعم البطاطس جامد، دي حلوه قوي. جربي بس كده بهارات البطاطس دي وقولي لي رايك. غرفت برضو طبق الكشري بتاعنا، وكده تكون الغدا معانا جاهز كده. هعمل ايه بقى؟ لو تقدري في متاح عندك انك انت تسلقي بيض، اسلقي بيض. عدد افراد اسرتك لكل واحد بيضتين، كل واحد بيضه اللي انت متاح. حابه تعملي زي ما انا عملت، انا قليت بيضتين كده، ممكن تقلي بيضتين او 3 بيضات، وعلى كل طبق رز انت هتغرفيه هتحطي كده عليه معلقتين كده من البيض المقلي على الوش. والله والله بيبقى طعمها حلو بالبيض المقلي. باحبها أوي، أكتر من البيض المسلوق. أنا مش باحب البيض المسلوق، يعني مش باكله، أنا باكل البيض المسلوق، بس باحس البيض المقلي في الكشري ده بيبقى حلو أوي، بيبقى طعمه جميل أوي بصراحة. حابة تسلقي بيض اسلقي، حابة تقليه وتحطي كده على الوش البيض المقلي، تمام. كده أكلة حلوة كده اقتصادية وجاهزة معانا ومشبعة، وكلنا والله ولما شبعنا. بألف هنا على قلوبنا. حلوة وبسيطة. طبعا بقى ايه بتاعك، هتقلي تسلقي بيض وتدحرجيه كده في معلقة سمنة كده، وتقدميه برضو جنب الاكل بتاعك. اتغدينا، حابه اعمل لهم عصير بقى ايه، طبعا بما ان بقى كانت اكله بسيطه كده، فهعمل لها ايه بقى ايه، اعمل لهم شويه عصير كده جوافه. الجوافه كنت حطاها في الفريزر، طلعت كده شويه من الجوافه، هحط عليهم إيه ليمونه، واحط عليهم إيه لبن على ميه. حابه تعملي لبن صافي اعملي، حابه تعملي لبن على ميه اعملي، حابه تحطي لبن قصدي كوبايه زبادي وتحطي عليهم بقى ميه، تمام. انا بعملها لا، ما بعملهاش لبن صافي، بعملها لبن على ميه، بتطلع معايا جميله جدا. احلى كوبايه عصير جوف تشربيه في حياتك. ويا سلام بقى لو كان عندك موز، حطي معاهم صباع موز، بتدي معاكي العصير جوف في حته تانية خالص. احط السكر بقى، السكر ده حسب الرغبه. هسيبه بقى عشان هو طبعا كان في الفريزر، هسيبه بقى براحته كده لما يبرد تماما. عشان ايه؟ يعني عشان الاطفال وكده ما يشربوش حاجه ساقعه، بما ان احنا في جو شتاء وجو برد جدا. فانا بصراحه خايفه عليهم ان هم يشربوا اي حاجه ساقعه عشان ما يتعبوش مني لا قدر الله. فهسيبه يبرد خالص خالص، انا كده كده مش مستعجله على العصير دلوقتي، انا سايباه براحته. احنا كان اتغدينا بقى الحمد لله. هعمل لي بقى كوبايه من كوبايه قهوه باللبن، واحط عليها مكعبات كده من الشوكولاته، واقلبيها كويس بقى كده وعملتها بقى، عملت فنجان قهوة كده باللبن، كان طعمه حلو. الشوكولاتة بصراحة بتدي تيست حلو قوي للقهوة باللبن، طعمه مختلف. اخد بقى القهوة بتاعتنا بقى كده، اخدها اشربها كده، يكون بقى ايه معانا ايه الجوافة بتاعتنا بردت كده، ونعملوها مع بعض، نضربها بقى في الخلاط ونصفيها. هنا بقى ايه هنبدأ بقى نضرب العصير. طبعا ما كانش بعد القهوة على طول ولا حاجة، لا كان عدى شوية وقت، انا سبتها لما بردت خالص، عشان زي ما قلت لك عشان اولادها. هضربهم بقى كده بالهاند بلندر. هروح اضربه عشان الفيشة بعيدة عني. وبعد ما اضربه كده كويس بقى، نبدأ بقى نصفيه. طبعا تضربيه بقى بالهاند بلندر، تضربيه في الخلاط المتاع عندك هتضربيه. هتصفيه بقى كويس جدا كده من البذل بتاعه كويس. لو وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك من الفيديو، اتمنى من حضرتك تعملي لايك للفيديو، تدعميني وتشتركي عندي في القناه، وتاخدي جوله عندي في القناه. انا واثقه ومتاكده باذن الله هتعجبك، هتلاقي فيها افكار حلوه، وصفات اكل حلوه، ومشتريات لزينه رمضان ولتجديد البيت والمطبخ. هتلاقي فيها حاجات كتير قوي، قناه متنوعه، وانا واثقه باذن الله ان هي تعجبكم. انا هنا بعد بقى خلاص صفيت كميه العصير بتاعتي كلها، بقى هاخد الشفشه كده اشطفه بس كده عشان ما يكونش فيه لسه بذل، وبعد كده انزل بقى بالعصير بقى في الدورق بقى بتاع العصير. وكده بيكون معانا العصير بتاعنا جاهز، وما خدش معانا وقت، والاولاد ينبسطوا بيه جنب طبعا اكله كده كانت بسيطه. فهيفرق بقى العصير جنب الاكله وكده. هديله بس تقليبه كده، وابدا بقى اقدميه بقى في الكوبايات بتاعتك. شايفين معانا لون الجوافة؟ ما شاء الله لونها جميل كده وحلو ازاي، وما تسود ما اسمرتش معانا ولا اي حاجة. عصرة الليمونة اللي احنا حطيناها دي بتخلي معاكي عصير الجوافة يفضل معاكي لونه حلو، تحافظي على لونه، ما تخليش لونه معاكي يغمق او يسمر معاكي. شايفين؟ ما شاء الله. بألف هنا على قلبكم، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.